السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا 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 وبسيطة جدا، طبعا نعومة خرافية، اقتصادي بطريقة غريبة. بجد طعمه حلو جدا وشكله كمان حلو، وطريقة جديدة ان شاء الله للتشكيل، وسهلة وبسيطة. ولو انت ما عندكيش اي قطعة هنعمله بمنتهى البساطة والسهولة ان شاء الله. مش هنغلب على حاجة، معاكي حبيبة بنوفر مع مطبخ حبيبة السهل والبسيط. ما تنسينيش في تعليق حلو ولايك، واشكركم جدا للمشاهدة. وتعالوا نشوف المقادير البسيطة، واشتراك اخواتي كده، اشتراك لو انت مش معايا، وهيوصلك مقادير موفرة جدا 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 على القناة. معانا هنا 3 معالق زبدة هرميين بمقام 100 جرام بالظبط، و100 جرام و50 جرام من الزيت. 50 جرام دول قد ايه؟ زي ما عديناهم 7 معالق بالتمام. معانا هنا 100 جرام زبدة، 7 معالق زيت. 100 جرام زبدة انا ما بعرفش اكيلهم، هقولك عليهم 3 معالق هرميين، لو مش هرميين معالق عادية يبقى 4. بيتهيألي احنا كده المقادير معانا مظبوطة جدا جدا جدا. وهبتدي كده اقلبهم لغاية ما يوصلوا للقوام المظبوط. معانا برضو 100 جرام من السكر، يعني السكر والزبدة قد بعض. 100 جرام قد السكر عملوا برضو 7 معالق بالظبط. 7 معالق زيت، 7 معالق سكر، يبقى احنا كده ماشيين مظبوط بأمر الله. بيضاية واحدة بس مش اكتر. معايا الفانيليا دي انا بستعملها، الكيس ده كبير، عايزة تحط نصه عايزة تحط كله مفيش مشكلة، انا هنا حطيت نص. وطبعا في العادي والطبيعي اي نوع عندك استخدمي. معانا هنا 3 كوبايات دقيق، برضو دقيق بتاعك غير اللي انا بستخدمه. هنا انا هاخد كوبايتين ونص وهسيب نص على جنب. تمام، هاخد كوبايتين ونص وهسيب نص على جنب. وهاخد معلقه ممسوحه كبيره من البيكنج باودر، معلقه ممسوحه كبيره من البيكنج باودر. لميت العجين في ايديا اتلقيته حلو تمام، بس عايز معلقه دقيق واحده بس. حطيت معلقه واحده بس مليانه، وابتديت اقلب تاني. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش الاشتراك وقولي لاصحابك، ولايك وتعليق حلو منك، عشان انا بتبسط جدا من تعليقاتكم. وقولوا لي اذا كان عجبكم ولا لا. طبعا انت ما عندكيش اسطمبة او قطاعة او اي حاجة زي دي، هنا انا سهلت لك الموضوع، فردته بين كيسين. طبعا يا جماعة هيتفرد بين كيسين على طول لان دي نواعم. وهبتدي هنا اقيس. عندك مسطرة قيسي بيها بصوابعك اي حاجة. انا هنا خدت 3 صوابع وقطعت، عملت مربعات كلها قد بعضها، يمين وشمال كده تمام خلاص. وابتديت اقطع كده كله كده بقى قد بعضه. حلو الكلام. واللي عنده قطاعة بقى هبتدي افرده تاني بين كيسين. بصوا انا بشتله ازاي من الكيس، اشتال من الكيس بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وابتدي اعمل بالسكينة كده من الزاوية للزاوية. تمام، بتهيألي كده شكلها جميل جدا وتشكيل جديد وسهل وبسيط في نفس الوقت. يعني احنا مش هنعمل حاجة مقفورة. هنا لو معاك قطعة تبتدي تقطع. انا هنا ما عملتش سمبوكسة كده من الزاوية للزاوية زي المعين، لا عملته كده بطول الخط المربع على طول، وحسب اللي انت عايزاه طبعا. وهقولك برضو على تشكيل تاني سهل وبسيط. البسكوت ده يا جماعة ممكن يتحشي اي حاجة، اي حاجة انت عايزاها ممكن تحشيه، واي طريقة فيه ممكن تعمليها. اي تشكيل انت حباه او في دماغك اعمليه. هيخش على درجة حرارة 150 واقل كمان. لو انت فرنك واطي قوي على 150، لو فرنك عالي على 130 كفاية جدا. هيطلع معاكي حلو جدا جدا جدا. وعلى فكرة لونه تحفة، لونه تحفة. هنبتدي هنا. ده كان عندي تيبة بتاعت كريمة سادة خالص. ابتديت افتح فتحة من الجنب كده علشان ممكن تحشيه او تخلي يعني تديله مظهر او شكل غير باقي البسكوتات. هبتدي هنا اخلص، مش هعمل كتير، هعمل حبة وحبة. دي فكرة حبيت اوريها لك. وهبتدي هنا دخلت الصاج، وهبتدي ادخل كمان الصينية. وما شاء الله الكمية ما شاء الله طلعت وكانت رائعة رائعة رائعة. بجد سهل جدا وبسيط. وشايفين بتالي لونه رائع جدا، ظهره ووشه جميل جدا. حطيت هنا نوتيلا وحشيتها. وطبعا لو انتي ممكن تحطي مربى، او تحطي مربى وجوز هند، او نوتيلا وجوز هند،
انت وابداعاتك. بس بجد بمربى المشمش رائع، ومربى المشمش جميل. بصوا بقى البسكوتة ناعمة، نعومية رهيبة، ناعمة جدا وجميلة بصراحة. ما تنسينيش بقى في دعوة حلوة منك، وصلوا على الحبيب كتير، وربنا يرزق كل واحد. بصوا النعومية. واشوفكم فيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.